مساء الفل، هعمل معاكم احلى طاجن مكرونه بشاميل تحفه جدا جدا. شايفين جماله وحلاوته؟ بجد تحفه ورهيب يا جماعه. كانه كده طاجن حلويات مش مكرونه بشاميل خالص، تحفه. يلا بينا بقى نشوف طريقته. اول حاجه اجيب حله واحط معلقتين كبار كده من الزيت، وبعد كده كنت مقطعه بصلتين كبار قطع صغيره خالص، وهنقلبه بقى ويا دوبك بس يدبل، وهننزل بنص كيلو من اللحمه المفرومه. هنخليها تاخد صدمة كده، وبعد كده هنبدأ بقى نقلبها واحدة واحدة. لما تاخد صدمة بقى هقلبها على الناحية التانية، وابدأ كده فكيكة كده من بعضها عشان تستوي كويس جدا. وهنشوح بقى فيها كده لحد ما تتغير اللون، وهنبدأ بقى ننزل عليها بالتوابل. نص معلقة كده من فلفل اسود، ومعلقة من سبع بهارات. وهقلبها كده، ومش هحط ملح خالص دلوقتي. طبعا انا بقى يا جماعة بحبها الصراحة بالصلصة. ضربت 5 حبات كده من الطماطم في الخلاط مع قرنين فلفل رومي احمر، ونزلت على اللحمه بقى بالطماطم. ومعلش يعني بقى للناس اللي بتعملها من غير صلصه، بس بصراحه دي انا باكلها من زمان كده على طريقه مامتي، تحفه تحفه. بعد كده حطيت لها قرن فلفل رومي اخضر وواحد اصفر. وبعد ما دخلت في استوى بقى خلاص هبدا احط الملح. حطيت معلقه كبيره كده من الملح، وسبتها تتشرب خالص، وبعد كده قفلت عليها النار. وخلصنا اللحمة، هنسلق بقى نص كيلو كده من المكرونة الأقلام، وهنحط عليها معلقة برضو من الملح. وخلاص كده كانت خلاص استوت، ما اخدتش 10 دقايق وكانت استوت. مش هسويها سوا كامل، يعني 3/4 سوا كده. بعد كده بقى هنعمل بشاميل. جبت حلة حطيت فيها معلقتين كبار كده من الزيت، ومعلقة كبيرة برضو من السمنة، وحطيت حوالي 5 معالق كبار من الدقيق. وهقلب بقى كده كويس قوي قوي في الدقيق مع السمنة والزيت لحد ما يصفر كده. وبعد كده هحط بقى لتر من اللبن، وعليه كمان نص لتر كده من المية، وهقلب اقلب لحد ما يبدأ يتقل معايا. وانا بقلب بقى هحط نص معلقة كده من فلفل اسود، ونص معلقة من سبع بهارات، ومعلقة كده كبيرة من الملح. تمام، وهقلب بقى كويس. وخلاص هنا كده كان بدأ يتقل معايا، فهقفل عليه. خلاص كده خلصنا. بعد كده بقى هجيب كده بولة، واخد شوية بشاميل وباقي البشاميل في الحلة. هقلب عليه كده المكرونة ونقلبها كده كويس. الحركة دي بتخلي المكرونة طعمها تحفة متشربة كده بالبشاميل. بجد بتبقى تحفة قوي قوي ورهيبة. بعد كده هجيب الطاجن بقى واحط نص كمية البشاميل من تحت. وبعد كده نحط بقى عصاج اللحمة. عايزه اقول لكم العصاج بالطريقه دي بيخلي اللحمه، بيخلي المكرونه البشاميل خطيره بجد. جربوا بس كده تعملوه بالصلصه، تحفه تحفه. بعد كده بقى هحط المكرونه كده، يعني الطبقه التانية من المكرونه. وبعد كده بقى هجيب البشاميل اللي احنا شلناه على الجنب، هحط عليه كده بيضايه، وهنقلب. وما تخافوش مش هنحط فلفل اسود ولا ملح تاني، احنا مظبطين البشاميل بالملح والفلفل الاسود. بعد كده بقى هنزل بقى بطبقه البشاميل بقى الاخيره اللي حاطين عليها بيضه، وهندخلها الفرن بقى. شوفوا لي بقى الجمال. شوفي كده بقى لما اولادك يجوا كده من المدرسه ويلاقيكي محضره لهم يعني طاجن المكرونه البشاميل ده، بجد اخر حلاوه. حلوه قوي قوي، وهيتبسطوا قوي قوي لو عملتيه بالطريقه بتاعتي. بجد جميل جميل. ما تنسيش طبعا اللايك والشير، وتقولي لي رايك في التعليقات.